لما بنتكلم عن الرعب، في أسماء بتخطر على بالنا فوراً، لكن في اسمين مش مجرد حكايات خيالية، دول حقيقة مرعبة عاشوها بكل تفاصيلها. أنا بتكلم عن إد ولورين وارن، أسطورتين حقيقيتين في عالم الظواهر الخارقة. ناس وهبوا حياتهم لمواجهة اللي معظمنا بيخاف حتى يفكر فيه. هما مش مجرد شخصيات في أفلام، دول كانوا خط الدفاع الأول للبشر ضد قوى الظلام اللي بتحاول تتسلل لعالمنا. أنا قضيت سنين من حياتي في الأماكن دي وشفت حاجات لا تصدق، لكن اللي واجهوا إد ولورين ده مستوى تاني خالص من الرعب. إد وارن مش مجرد محقق عادي، ده كان واحد من قلة قليلة من المحققين في الظواهر الخارقة المعتمدين من الكنيسة الكاثوليكية. كان عنده السلطة لإجراء جلسات طرد الأرواح الشريرة، وكان بيمتلك معرفة عميقة بالكيانات الشيطانية وكيفية مواجهتها. أما لورين فكانت هي عيونه وآذانه في العالم الآخر، وسيطة روحانية قوية بتقدر تشوف وتسمع الأرواح والكيانات اللي احنا كبشر عاديين مش بنشوفها. كانت بتقدر تحس بالشر وتتواصل مع الأرواح المحبوسة وتكشف الأسرار المدفونة في أظلم الأماكن. مع بعض كانوا فريق لا يقهر، حياتهم كلها كانت معركة مستمرة ضد الشر. كل قضية كانوا بيحققوا فيها كانت بتسيب وراها قطعة أثرية ملعونة، قطعة بتحمل معاها طاقة شريرة قوية جدا لدرجة إنها مينفعش تتساب في العالم. عشان كده فتحوا متحفهم الخاص، متحف وارن للغيبيات، مكان بيضم أخطر الأدوات المسكونة في العالم، وكل قطعة وراها قصة رعب حقيقية. في الفيديو ده هنغوص في أعماق الظلام وهنكشف الستار عن 10 من أخطر القضايا اللي واجهوها على الإطلاق. استعدوا، لأن اللي هتسمعوه النهاردة هيغير نظرتكم للعالم للأبد. كل قصة الرعب بتبدأ حلم ببيت جديد وحياة هادية، وده كان حلم عائلة بيرون لما انتقلوا لمزرعتهم القديمة في رود آيلاند سنة 1971. لكن الحلم ده اتحول بسرعة لكابوس ملوش نهاية. الأصوات الغريبة كانت البداية بس، أبواب بتتقفل لوحدها، حاجات بتتحرك من مكانها، وشايفين أطياف بتتمشى في البيت كأنها من أهله. الأرواح دي مكنتش ودودة، كانت في روح شريرة بشكل خاص، ساحرة اسمها باتشيبا شيرمان اللي لعنت الأرض دي من قرون. كانت بتكره أي ست تكون سيدة البيت، وبدأت تستهدف الأم كارولين بيرون. الأمور وصلت لمرحلة لا تطاق، الرعب سيطر على البيت، والأطفال كانوا بيشوفوا كوابيس حية كل ليلة. هنا قرروا يستنجدوا بإد ولورين وارن. أول ما دخلوا البيت، لورين حست بطاقة شريرة طاغية، طاقة مليانة حقد وكراهية. إد عرف فوراً إنهم بيتعاملوا مع كيان شيطاني متخفي في صورة الشبح. قرروا يعملوا جلسة طرد أرواح عنيفة عشان يحرروا كارولين من سيطرة الكيان ده. الجلسة كانت مرعبة، البيت كله اهتز، والأصوات كانت زي صرخات من الجحيم. ورغم كل اللي حصل ولأسباب مادية، عائلة بيرون اضطرت تكمل حياتها في البيت ده ل10 سنين تانية، عايشين في رعب يومي مع الكيانات اللي رفضت ترحل. في حاجات شكلها بريء، لكن ورا البراءة دي بيستخبي شر مطلق، والدمية أنابيل هي أكبر دليل على كده. القصة بدأت لما اشترت دمية من نوع راجدي آن لبنتها دونا اللي كانت طالبة في كلية التمريض. في البداية كانت مجرد دمية، لكن بعد فترة دونا وزميلتها في السكن لاحظوا حاجات غريبة. الدمية كانت بتتحرك لوحدها، بتغير وضعيتها، وتظهر في غرف مختلفة عن اللي سابوها فيها. بعدين بدأت تسيب رسائل مكتوبة على ورق برشمان بتقول ساعدونا. الموضوع كان بيزداد رعب يوم بعد يوم. قرروا يجيبوا وسيطة روحانية قالت لهم إن الدمية مسكونة بروح طفلة اسمها أنابيل هيجينز. لكن لما إد ولورين وصلوا، الصورة اتغيرت تماما. لورين بقدرتها على رؤية ما وراء الحجاب كشف الحقيقة المروعة. مفيش طفلة اسمها أنابيل. اللي ساكن الدمية دي كيان شيطاني غير آدمي، بيستخدم الدمية كقناة عشان يوصل لهدف واحد، الاستحواذ على روح بشرية.
إد حذرهم إن الكيان ده مش بيلعب، وإنه لو اتساب هيؤدي لكارثة. أخذوا الدمية وحبسوها في صندوق زجاجي مقدس في متحفهم، ومكتوب عليه تحذير واضح وصريح: خطر، لا تفتح الصندوق تحت أي ظرف. في بيوت بتشهد على ماسي، وفيه بيوت بتتولد من رحم المأساة نفسها. بيت أمتيل في نيويورك هو واحد من البيوت دي. سنة 1974 رونالد ديفيو جونيور قتل عائلته كلها بالرصاص وهم نايمين في سرايرهم. جريمة بشعة هزت المجتمع كله. بعد سنة عائلة لودز اشترت البيت بسعر رخيص جدا، معتقدين إنهم لقوا فرصة عمرهم، لكنهم ما كانوش يعرفوا إنهم بيشتروا تذكرة ذهاب بلا عودة للجحيم. من أول يوم البيت أعلن عن وجوده. روائح غريبة، أصوات خطوات، وأسراب من الدبان بتظهر في عز الشتاء. جورج لودز كان بيصحى كل يوم الساعة 3:15 الفجر، نفس الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. شخصيته بدأت تتغير، بقى عنيف ومنعزل. الأولاد شافوا كيانات غريبة، وبنتهم الصغيرة كان ليها صديق خيالي اسمه جودي، كيان شيطاني على شكل خنزير بعيون حمراء. بعد 28 يوم بس من الرعب المتواصل، عائلة لودز هربت من البيت في نص الليل، وسابوا وراهم كل حاجة. لما إد ولورين دخلوا البيت عشان يحققوا، لورين وصفت اللي شافته بأنه أقرب حاجة للجحيم على الأرض. قالت إنها حست بقوة شيطانية طاغية، لدرجة إنها طلبت من الكل يطلعوا فوراً. البيت ده بقى رمز للرعب واتقفل للأبد، شاهد صامت على الشر اللي لسه ساكن جدرانه. في شمال لندن، في بيت متواضع، عاشت عائلة هودجسون كابوس حقيقي هز بريطانيا كلها. القصة بدأت مع بيجي هودجسون وبناتها الأربع. في ليلة من ليالي أغسطس سنة 1977 سمعوا أصوات طرقات غريبة جاية من الحيطة. في البداية افتكروها مجرد أصوات عادية، لكن الأصوات دي كانت بداية لسلسلة من الأحداث المرعبة. الأثاث كان بيتحرك لوحده، الألعاب كانت بتطير في الهواء وتترمي على الناس، والنار كانت بتولع في أماكن غريبة من غير سبب. الكيان ده اللي اتعرف باسم شبح إنفيلد كان بيركز كل نشاطه على البنت جانيت اللي كان عندها 11 سنة. الوضع كان خارج عن السيطرة. جانيت كانت بتترفع في الهواء وبتتكلم بصوت راجل عجوز خشن اسمه بيل ويلكنز، اللي قال إنه مات في الكرسي اللي في زاوية الأوضة. الشرطة والجيران والصحافة شاهدوا على الأحداث دي بأعينهم، ومكانش فيه أي تفسير منطقي. لما إد ولورين وصلوا من أمريكا، شافوا الخوف الحقيقي في عيون العيلة. لورين بقدرتها الخاصة شافت أكتر من مجرد شبح راجل عجوز، شافت ظل أسود ضخم، كيان شيطاني غير آدمي بيستخدم روح بيل ويلكنز كدمية عشان يرهب العيلة. كانت عارفة إن الكيان ده هدفه مش بس التخويف، هدفه التدمير. أحياناً الوحش مش بيكون في البيت اللي بتسكنه، بيكون جواك. دي قصة بيل رمزي، راجل عادي من ساوث إند في إنجلترا. حياته اتقلبت رأساً على عقب وهو عنده 9 سنين. حس ببرد شديد فجأة وريحة كريهة، وبعدها حس بغضب حيواني جواه. بدأ يهجم على الناس زي الذئب، يكسر الأسوار ويحاول يعض أي حد يقرب منه. أهله كانوا مرعوبين. بعد فترة الأعراض دي اختفت وعاش حياة طبيعية لحد ما رجع تاني وهو راجل كبير. في مرة وهو في عربيته حس بنفس الإحساس تاني وبدأ يهجم على ضابط شرطة بوحشية. القصة دي وصلت لإد لورين وارن اللي سافروا لإنجلترا مخصوص عشان يقابلوه. إد بخبرته عرف إن دي مش حالة نفسية، دي حالة استحواذ شيطاني. الكيان اللي مسيطر على بيل كان بيظهر على شكل الذئب. قرروا يعملوا جلسة طرد أرواح في كنيسة محلية. إد وصف اللي حصل بإنه من أصعب المشاهد اللي شافها. وشبيل بدأ يتغير، إيدي بقت شبه المخالب، وكان بيصدر أصوات مرعبة زي هدير الذئاب. كان بيقاوم بقوة حيوانية، لكن إد والأسقف اللي معاه كملوا الصلاة. في لحظة
الكيان ساب جسد بيل ورجع لطبيعته، رجل مرهق ومصدوم، لكنه أخيراً بقى حر. متحف وارن للغيبيات مليان حاجات مرعبة، لكن في قطعة بتثير قشعريرة خاصة. فستان فرح. مش أي فستان، ده فستان عروس الشيطان. القصة بترجع لست اسمها آنا بيكر من عائلة غنية في بنسلفانيا في القرن ال19. آنا حبت شاب فقير من عمال مصانع الحديد، لكن أبوها رفض الجوازة، دي رفض قاطع. آنا بقلب مكسور فضلت عانس طول حياتها وماتت وحيدة ومقهورة. الفستان اللي كانت اشترته عشان فرحها اللي محصلش اتحبس في صندوق، لكن روحها الحزينة والغاضبة فضلت مرتبطة بيه. بعد سنين البيت اتحول لمتحف، والفستان اتعرض في أوضة نوم آنا القديمة. هنا بدأت الظواهر المرعبة. الزوار والموظفين كانوا بيشوفوا الفستان بيتحرك لوحده جوا الصندوق الزجاجي المقفول، بيهتز بعنف كأنه في حد بيرقص بيه في ليلة مقمرة. كانوا بيحسوا ببرودة غريبة في الأوضة، وبيشوفوا طفلة واحدة لابسة فستان فرح بتبص من الشباك بحزن. لورين حققوا في القصة، ولورين أكدت إن روح آنا الحزينة والغاضبة لسه مرتبطة بالفستان، بتعيش مأساتها مرة ورا مرة. قرروا ينقلوا الفستان لمتحفهم عشان يحتوي طاقته، وحذروا أي حد من الاقتراب منه أو محاولة لمسه، لأن حزن العروسة دي ممكن يتحول لغضب مدمر. كلنا بنخاف من الضلمة، بنخاف من اللي ممكن يكون مستخبي فيها. لكن تخيل إن اللي مستخبي ده بيراقبك. دي كانت تجربة عائلة في كونتيكت، حياتهم اتحولت لجحيم بسبب كيان مرعب اتعرف باسم رجل الظلال. كل ليلة كانوا بيشوفوا خيال أسود طويل، ملامحه مش واضحة، لكن حاجة واحدة كانت واضحة جدا: عيونه الحمراء المتوهجة زي جمرتين من نار. الكيان ده مكنش مجرد شبح عابر، كان بيتفاعل معاهم، كان بيلمسهم وهم نايمين، يهمس بأسمائهم ويحرك الحاجات في البيت. العيلة كانت في حالة رعب دائم، جابوا قساوسة كتير عشان يباركوا البيت، لكن كل محاولاتهم فشلت. الشر كان أقوى. في يأسهم الأخير اتصلوا وارن. أول ما لورين دخلت البيت حست بالكيان ده فوراً. قالت إنه مش روح بشرية، ده كيان شيطاني قديم بيتجزي على الخوف. حذرت العيلة إن الكيان ده مش هيسيبهم بسهولة، وإن وجوده في البيت بيعرض أرواحهم للخطر. لورين شافت رؤية مرعبة للعيلة وهي بتتعرض لأذى جسدي ونفسي شديد لو فضلوا في البيت. نصيحتها كانت واضحة وقاسية: اخرجوا من البيت ده فوراً، ومتفكروش تبصوا وراكم. في بيوت مسكونة، وفي بيوت هي الشر نفسه. بيت عائلة ساموريل في بنسلفانيا كان من النوع الثاني. من سنة 1974 لسنة 1989 جاك وجانيت ساموريل وعيالهم الأربعة عاشوا في جحيم على الأرض. اللي بدأ كأصوات غريبة وريحة كريهة اتحول بسرعة لاعتداءات جسدية ونفسية عنيفة. كانوا بيسمعوا أصوات خنازير، بيشوفوا كيانات سودة بتتحرك في البيت، وبيتعرضوا للضرب والخدش من قوى غير مرئية. التلفزيون ولع لوحده، والكلب بتاعهم اترمي على الحيطة. الوضع كان مرعب لدرجة إنهم لجأوا للكنيسة ولورين وارن. لما ولورين وصلوا أدركوا إنهم مش بيتعاملوا مع شبح واحد، دول بيتعاملوا مع 4 كيانات شيطانية قوية. وصف البيت بإنه بوابة للجحيم، مكان الشر فيه فتح ممر لعالمنا. لورين كانت بتسمع أصوات الشياطين دي وهي بتهددهم وبتسخر منهم. عملوا جلسات طرد أرواح كتير، وفي كل مرة الشياطين كانت بتقاوم بعنف أكبر. البيت كان بيتهز، والأشياء كانت بتطير في كل مكان. رغم كل المحاولات، الشر كان متجذر في البيت ده. في النهاية، بعد سنين من العذاب، عائلة ساموريل معرفتش تكمل، واضطرت تسيب البيت وتهرب بحياتها. الاستحواذ الشيطاني مش مجرد قصة في فيلم، دي حقيقة مرعبة بتدمر حياة الناس. وموريس فرينشي ثيرو، المزارع البسيط، كان ضحية لأكثر حالات الاستحواذ عنفاً اللي سجلها ولورين.
موريس كان راجل متعلم تعليم بسيط، لكن فجأة بقى بيتكلم ليني بطلاقة، وبقى عنده قوة جسدية خارقة. عينيه كانت بتنزف دم، وصلبان مقلوبة كانت بتظهر على جلده. كان بيقول إن الشيطان بيعذبه من وهو صغير، وإنه بيجبره يعمل حاجات فظيعة. عيلته اللي كانت مرعوبة طلبت مساعدة إد وولورين. قرروا يعملوا جلسة طرد أرواح موثقة بالكاميرات. الجلسة كانت عنيفة بشكل لا يصدق. موريس كان بيتلوى على الأرض، بيصرخ بصوت مش صوته، وبيتحدى إد والأسقف اللي معاه. في لحظة من اللحظات الكرسي اللي كان قاعد عليه اتقلب لوحده بقوة. إد قال إن الكيان اللي كان مسيطر على موريس كان واحد من أقوى الشياطين اللي واجهها. بعد ساعات طويلة من الصلاة والمواجهة، موريس هدي وبدأ إن الكيان سابه. اتحسن لفترة، لكن للأسف الشر ما كانش استسلم. بعد فترة موريس انتكس، وفي النهاية وفي لحظة يأس انتحر عشان ينهي عذابه. قصة مأساوية بتورينا إن الحرب ضد الشر مش دايما بتنتهي بانتصار. في أماكن على الأرض لازم نسيبها في حالها. أماكن الظلام فيها أقدم وأقوى من أي حاجة نعرفها. مقبرة الاتحاد في كونيتكت هي واحدة من الأماكن دي. المقبرة دي مشهورة بكونها واحدة من أكتر الأماكن المسكونة في أمريكا، وأكتر شبح مشهور فيها هو السيدة البيضاء. لكن اللي خلى إد ولورين يحققوا في المكان ده كان أعمق من مجرد شبح. كانوا بيحققوا في تقارير عن طقوس شيطانية ووجود كيان شرير قوي جدا في المقبرة. إد صور فيديو هناك بيعتبر من أوضح الأدلة على وجود الأشباح. في الفيديو بتقدر تشوف أطياف بيضاء بتتحرك بين القبور. لكن لورين حست بحاجة أخطر، وهي بتمشي في المقبرة شافت رؤية لكيان شيطاني ضخم. كيان مش مجرد شبح، ده حارس للمكان بيتجزع على الطقوس المظلمة اللي بتحصل هناك. حذرت إد إنهم لازم يمشوا فورا، وإن المكان ده مش مكان للبشر. قالت إن في أماكن مينفعش نقتحمها، أماكن لازم نسيبها للظلام اللي خلقها. مقبرة الاتحاد هي تذكير مرعب بإن في بوابات بين عالمنا وعوالم تانية، وأحيانا أفضل حاجة ممكن نعملها هي إننا منفتحش البوابات دي أبدا. إد ولورين وارن مش مجرد أسماء بنسمعها في أفلام الرعب. دول كانوا بني آدمين حقيقيين، كرسوا حياتهم عشان يواجهوا الكوابيس اللي معظمنا بيهرب حتى من التفكير فيها. دخلوا بيوت الشر فيها، كان بيصرخ من على الحيطان، وواجهوا كيانات هدفها الوحيد هو تدمير الروح البشرية. أنا كواحد قضى سنين بيطارد الظلال دي، أقدر أقولكم إن الشجاعة اللي كانت عندهم عشان يفضلوا يكملوا في الطريق ده دي حاجة نادرة جدا. كل قضية كانت بتسيب فيهم أثر، لكنهم عمرهم ما استسلموا. من الدمية المسكونة أنابيل لكابوس أمتيل اللي لا يموت، من شبح إنفيلد اللي أرهب عيلة كاملة لبيت سامرل اللي كان بوابة مفتوحة على الجحيم. كل قضية من دول كانت بتأكد حقيقة واحدة مرعبة: العالم اللي حوالينا مش آمن زي ما بنفتكر. الظلام موجود، بيستني اللحظة المناسبة عشان يتسلل لحياتنا. إد ولورين ما كانوش بس بيحاربوا الأشباح، كانوا بيحاربوا عشان يخلوا العالم مكان آمن، ولو بنسبة بسيطة، قضية ورا قضية. يمكن أخطر حاجة سابها لنا إد وارن قبل ما يموت كانت كلماته، تحذير أخير لينا كلنا. قال: الناس مش فاهمة قد إيه الشيطان حقيقي وخطير. كل الأفلام اللي بتشوفوها دي متقدرش توصف عشر الحقيقة، لكن الكارثة الحقيقية، الخطر الأكبر، هو إنك متصدقش أصلاً إنه موجود. فكروا في الكلمات دي كويس، لأن عدم الإيمان بوجود الشر هو أكبر انتصار للشر نفسه. خليكوا آمنين.